الملكة نفرتيتي بيلقبها الغرب بإن هي أجمل مرأة في العصور القديمة، وده علشان التمثال بتاعها فيه الجمال والاتزان والحيوية، كل دول مخلوطين مع بعض. وهكذا الحال مع الأميرة فوزية، الأميرة اللي جمالها سحر كل الناس. يعني مثلا شارل دوغول رئيس فرنسا السابق، وده من اشهر رؤساء فرنسا في العصر الحديث، قال عنها انها المرأة التي ترك الرب توقيعه عليها. كمان غير كده قال عنها تشرشل اللي هو رئيس وزراء انجلترا، وده اهم رئيس وزراء في انجلترا، شقيقة الملك فاروق، فوزية امرأة صاحبة جمال نادر غامض يجبرك على ان تتمعن فيه. كل الناس اتفقوا على جمالها وعلى سحر جمالها، حتى جوزها الامبراطور محمد رضا بهلوي قال ان هي تمثيل لفينوس ربة الجمال اللي هي بتعادل عند الاغريق افروديت. وهي دي قصة انسان، قصة الاميرة فوزية. يلا بينا نعرف. قبل ما نبدأ يا ريت ما تنسوش تعملوا سبسكرايب للقناة وتفعلوا جرس الاشعارات عشان يوصلكم كل جديد. ما تنسوش تعملوا لايك للفيديو وتكتبوا تعليق تحت في الكومنتات عن رأيكم في الحلقة. قبل ما نتكلم عن حياة الأميرة فوزية محتاجين شوية أحداث مهمة جدا ليها تأثير على حياتها بعد كده. وأول الأحداث دي جواز أبوها الأول، وده كان من الأميرة شويكار. يقال إن سبب الجواز منها إن هو كان فلس بعد ما سلم كل أملاكه للدائنين، لأن الأرض بتاعته كانت تابعة للدائرة الثانية اللي عملها أبوه الخديوي إسماعيل ضمان للديون بتاعته. طبعا الديون ما تسددتش، فبالتالي اتخذت الأراضي بتاعة الدائرة الثانية. المهم لما اتجوزها كان بيسكر وكان بيلعب قمار، وكعادة طبعا الستات في الوقت ده هي كانت ما بين 4 حيطان في البيت بتاعها. وغير كده كمان كان بيعملها معاملة وحشة جدا، وكان بيستغل فلوسها بحكم ان هي كانت عامله له توكيل. طبعا بعض الناس ممكن تقول هي ليه عامله له توكيل؟ في الوقت ده ما كانش ينفع ان الست تدير املاكها بنفسها، فعلشان كده كان جوزها، اخوها، ابنها هو اللي كان بيدير الاملاك بتاعتها، بس هو كان بيدير املاكها بطريقه سيئه. المهم تطورت الاحداث لغايه ما اخوها راح ضربه بالنار في زوره، عمل عمليه خطيره جدا كان ممكن يموت بسببها، بس المهم بعد ما فاق من العمليه طلقها على طول. بس قبل ما يكون في ضرر جسدي كان في ضرر نفسي شديد جدا على فؤاد، فخلاه اكثر سيطره على الستات اللي هيتجوزهم بعد كده، وده اللي هنشوفه مع نازلي. بس طبعا محتاجين نعرف خلفيه نازلي اللي هي ام الاميره فوزيه. نازلي كانت بنت مختلفه جدا عن بنات الجيل بتاعها. ليه؟ لان هي كانت متشربه الثقافه الغربيه، فكان جدها سليمان باشا الفرنساوي، وجد تاني ليها كان شريف باشا رئيس وزراء مصر. اتعلمت في مدارس فرنساوي زي مثلا مدرسه نوتردام دي سيون في الاسكندريه. بعد كده سافرت فرنسا عشان تكمل تعليمها هناك. كل ده خلق عندها شخصيه اوروبيه، غير طبعا بنات الوقت ده اللي كانوا بيتطبعوا بشخصيه متحفظه نوعا ما عن شخصيه نازلي. وظهر الاختلاف ده في جوازها الاول 1911. فكان جوزها الاولاني كان بيحب يسهر وكان بيحب يتبع الاسلوب الغربي في العيش، فعشان كده كان بيسهر وكان بيرقص، فكان بياخد نازلي معاه، وده طبعا ما عجبش شخصيه ابوها المتحفظه، فبالتالي اخد نازلي وطلب الطلاق من جوزها، وفعلا حصل الطلاق. بس كانت نازلي كانت شخصيه عنيده جدا، كانت معتزه بنفسها وبنسبها. المهم بعد كده اتجوزت 25 مايو 1919 وبقت سلطانة مصر. بس حياة القصور مش سهلة زي ما الناس ممكن تفتكرها، فلازم تكون الشخصية بتاعتها واخدة بالها من أي تصرف هي بتعمله، لأن ده هيسيء إلى العيلة المالكة. فالصدمة اللي حصلت لفؤاد خلته إن هو يراقب نازلي، فكان بيحط جواسيس عليها، وكان بيعاملها وحش، وكان بيضربها، وكان بيهنها. وما كانتش نازلي بتعمل أي حاجة غير لما تاخد إذنه طبعا، علشان هو شايف إن هي شخصية متهورة نوعا ما. في الجو ده اتولدت فوزية 5 نوفمبر 1921 في قصر راس التين في الاسكندريه. فؤاد خلى تربيه فوزيه على مربيه اجنبيه علشان نازلي ما تاثرش على شخصيه فوزيه. بس طبعا فوزيه كطفلة اتأثرت بالاضطرابات اللي كانت موجودة في العيلة في الوقت ده. كل ده خلق من فوزية ان هي كانت طبعها هادي، كانت قليلة الكلام، وكانت عاقلة، وبعض الأحيان كانت مطيعة. ودي كانت أقرب أخت لفاروق بحكم قرب السن ما بينهم، لأن هو مولود قبلها بسنة. وكانت سريعة التعلم بطريقة مذهلة، كانت متعلمة الإنجليزي والفرنساوي والعربي والتركي ولغات تانية، وطبعا خدت تعليم كأي بنت من الأسرة الملكية. غير كده كمان كانت بتحب القراية، وكانت بتحب جدا العزف على البيانو والرسم. المهم مات أبوها سنة 1936، وده دخلت نازلي علشان تخلي فاروق يبقى هو ملك مصر، لأن في الوقت ده ما كانش تم 20 سنة، وعرفت تخليه ان هو يبقى ملك مصر واتجوز فريدة. بس على الجانب التاني كان بيحصل في إيران حاجة مختلفة. رضا بهلوي كان من عيلة بسيطة، فضل يترقى في المناصب العسكرية لغاية ما عمل ثورة وبقى هو إمبراطور إيران. فهو كان عايز بنت أرستقراطية ترفع من مستوى عيلته في الأوساط الاجتماعية، وكمان تزود ثقافتهم. قعد يدور على أرستقراطيات وأميرات كتيرة جدا. المهم أول ما شاف فوزية أعجب بيها جدا، وقال إن هي دي لازم تتجوز ابنه محمد. نازلي ما كانتش موافقة،
وفاروق هكذا ما كانش موافق في الاول، بس بعض السياسيين قالوا لفاروق ان هو لازم يعمل علاقات مع الدول المجاوره ليه زي بالظبط العائلات الملكيه في اوروبا، او زي بالظبط بالادق يعني ولاد الأميرة فيكتوريا. فهم كلهم كانوا منتشرين في كل ممالك أوروبا، وبالتالي لما يخلفوا كل الدول المجاورة لمصر هتكون من أسرة واحدة وهي أسرة محمد علي في مصر. اقتنع فاروق بالكلام ده، وفي يوم 15 مارس 1949 اتعمل الفرح ده. كان 7 أيام غنت فيه أم كلثوم أغنية خاصة بالحفلة دي بس، وغنت كمان أغنية على بلدي المحبوب وديني، وكمان رقصت أشهر رقاصة في الوقت ده وهي كانت بديعة مصابني. فاروق في الوقت ده ادى لأخته وسام الكمال، وده أعلى وسام تقدر تاخده ست في مصر في الوقت ده. غير كده كمان بعتت ملكة الإمبراطورية البريطانية الملكة إليزابيث الثانية شخصيا طقم فضة خاص للمائدة كهدية الفوزية، وطبعا كان فيه هدايا كتيرة جدا من حول العالم. بعد ما خلص الفرح راحت بعد كده هي وأمها وإخواتها لطهران علشان يوصلوها لهناك. لما شافوا هناك البلد حسوا ان حصل لهم صدمة حضارية. كان واحد من باريس انتقل على طول لقرية ريفية. المهم عاشت فوزية هناك في طهران، وبدأت تتعلم اللغة الفارسية في أقل من 10 شهور بس. كان رضا بهلوي اللي هو أبو جوزها كل ما يدخل جناحها كان بيرش قدامها ذهب تفاؤل بيها، لأن هي طبعا اللي هتغير الأسرة بتاعته في الأوساط الاجتماعية، وغير كده كمان هي اللي هتغير الموضة بتاعت الأسرة والثقافة بتاعتهم كمان. وفي يوم 27 أكتوبر 1940 ولدت فوزية شهناز بنتها الوحيدة من محمد رضا بهلوي، وعلشان كده ادالها رضا بهلوي وسام الوشاح الأكبر، وده كان أهم وسام تقدر الستات تاخده في إيران، وسمى مدينة شفيت تششمة فوزية أبا. بعد كده فوزية بقت إمبراطورة إيران لما بقى جوزها إمبراطور، بس بسبب انشغاله ومضايقات أهله ليها وغير الشائعات اللي انتشرت عن علاقات جوزها النسائية، وغير كده كمان هي كانت لوحدها هناك في الغربة، كل ده أثر عليها نفسيا وبعد كده أثر عليها بدنيا. وفي سنة 1945 كان فرح أختها فايزة، طلبت من الشاه جوزها ان هي عايزه تروح تحضر الفرح، فهو شرط ان هي مش هتاخد بنتها، وشرط ان هي لازم تروح هناك كامبراطوره مش كاميره مصريه، ولازم يتخصص لها قصر خاص ليها، ما تروحش ضيفه على قصر حد. وفعلا راحت اسكندريه في قصر انطونيادوس وقعدت فيه لوحدها. ومرت الايام وراحت لاخوها في قصر راس التين في الاسكندريه وحكت له على اللي بيحصل هناك وطلبت منه الطلاق. ده على حسب كلام حفيدتها سيناي، هي اللي طلبت الطلاق مش فاروق هو اللي اكبر. وفعلا بعد ايام من اللي حصل ده فجأة كده صحيوا الحاشية الدبلوماسية الإيرانية في يوم ما لقوش ولا فوزية ولا لقوا العلم الإيراني موجود على قصر أنطونيادوس. المهم بعد كده عرفوا إن هي طالبة الطلاق. طبعا الإمبراطور رفض في الأول وقعد يماطل، بس حصلت على الطلاق وتم تأجيل خبر الطلاق. وفي يوم 17 نوفمبر 1948 اتنشر خبر إن هي تم طلاق. بس ممكن الناس تشوف ان هو ما كانش بيحبها وان هي كانت بيساء معاملتها هناك في ايران. تعالوا كده نشوف رسالة كتبها ليها بس ما بعتهاش، وكانت موجودة هناك في ايران بس ولقوها بعد الثورة اللي حصلت على النظام الامبراطوري في ايران. بيقول فيها: لا تساوي جواهر التاج شيئا بدونك، انت الدرة الثمينة فوق رأسي، عندما تترك العرش شعرت ان سيفا من النحاس يخترق قلبي، سامحك الله. فوزية المشكلة عندها ما كانتش هي قادرة تتعامل او تتأقلم مع الحياة هناك في ايران. وكتب كمان في مذكراته عن الأميرة فوزية: كانت زوجتي فوزية مؤنسة ومرحة ذات ثقافة مصقولة، تتقن الفرنسية والإيطالية والأسبانية والبرتغالية والإنجليزية والألمانية والتركية بطلاقة، بينما أنا وأشقائي لا نتقن غير الفارسية والإنجليزية والفرنسية. وبعد 10 شهور فقط من زواجنا استطاعت أن تتعلم الفارسية وكانت تنطقها بلهجة فرنسية محببة إلى قلبي. وكمان أضاف غير كده في مذكراته: لو أراد بوتشيليلي أن يرسم لوحة فينوس، وفينوس دي هي ربة الجمال بس النسخة الرومانية من أفروديت، لن يجد أجمل من ملامحها. كانت عيناها يتحالف فيها اللونان الأخضر والأزرق بشكل خيالي، كما تمتلك وجه على شكل قلب وبملامح رقيقة ومريحة. وقال عنها كمان في مذكراته ان هي لما جت ايران غيرت من نساء العائلة الامبراطورية، فكلهم اتذهلوا من الاناقة بتاعتها ومن العطور ومن المجوهرات ومن طريقة لبسها، وبدأوا ان هم يحاكوا الطريقة بتاعتها، بس حسب رأيه ان هم فشلوا في ده. وفي سنة 1948 كانت نازلي في امريكا هي وفتحية وفوقية اخواته،
وفايزة كانت اتجوزت، الأميرة شويكار كانت ماتت، وفريدة اتطلق، فما كانش فيه غير فوزية هي اللي كانت تمسك القصر الملكي، وفعلا حصل ده. وغير كده كمان بعد موت الأميرة شويكار مسكت هي مبرة محمد علي، ودي كانت جمعية خيرية تابعة للأسرة الملكية، وأول ما مسكتها اتبرعت ب1000 جنيه من مخصصاتها الملكية، وطبعا المخصصات بتاعتها كانت أكبر مخصصات في الأسرة العلوية لأميرة، علشان كده لما جت تتبرع اتبرعت بالقوي، لأن ال1000 جنيه دي كانت ساعتها كان مبلغ كبير جدا. سافرت محافظات كتيرة جدا تبع أعمال المبرة. بعد كده اتجوزت من إسماعيل شيرين، وده كان قريب من الأسرة الملكية ليها برضه، بس كان متعلم في كامبريدج وكان بيحبها جدا، واللي خلاهم ان هم يتقابلوا كان فاروق. لما عرف ان هو بيحبها فضل ان هو يدعوه الى الحفلات لغايه ما فعلا بداوا ان هم يستلطفوا بعض، وبعد كده بداوا يحبوا بعض واتجوزوا 28 مارس 1949 وخلفوا ناديه وحسين، وهو بقى وزير الداخليه. بس بعديها بيوم بالظبط تقوم ثوره 23 يوليو 1952. كان حظه جميل قوي ساعتها. رفضت فوزيه طبعا ان هي تخرج بره مصر، وقعدت في بيت جوزها في سموحه. وبالمناسبه البيت ده كان بيت تابع لامه، وأمه دي كانت قريبتها، ومات جوزها 1994، وفضلت على ذكراه لغاية ما ماتت 12 يوليو 2013. وهنا تموت نفرتيتي الجديدة، الأميرة اللي أذهلت كل العالم بجمالها. زي ما شفنا في الحلقة، زي ما جمع القدر ما بين نفرتيتي والأميرة فوزية، جمعهم بالجمال والقوة، برضو جمعهم في إن هم كانوا شاهدين على فترة كبيرة جدا وحرجة جدا في تاريخ العالم، ومحدش يعرف الأسرار الصغيرة غيرهم هم. وهما الاتنين برضو اتفقوا على إن هما ما يحكوش الأسرار دي لحد، ويموتوا وتموت معاهم أسرارهم. بس كده. يا ريت بقى ما تنسوش تعملوا سبسكرايب للقناة وتفعلوا جرس الإشعارات عشان يوصلكوا الحلقات الجديدة. مع السلامة.